أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في خبر جديد. بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته، عمر لطفي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته فرح الفاسي. إليكم التفاصيل. حرص الفنان المغربي عمر لطفي على دعم زوجته الفنانة فرح الفاسي بمناسبة نجاحها بالسنة الدراسية الثانية من الكلية من خلال رسالة مؤثرة. وشارك عمر لطفي صورة جمعته بفرح الفاسي وهي ترتدي بدلة التخرج، وعلق عليها قائلا: مبروك، من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. وفي أحدث تصريح إعلامي لعمر لطفي أعرب الأخير عن سعادته بنجاح زوجته قائلا: ليس سهل عليها ما مرت بها هذه السنتين من وفاة والديها ومشاكل وضغوطات الحياة، لكنها برهنت أنها قادرة على تخطي كل هذه العقبات والمضي قدما، حيث حققت نجاحا باهرا من خلال حصولها على النقطة الأولى في فوجها. وختم تصريحه قائلا: أنا فعلا جد فخور بها وأتمنى لها المزيد من النجاح في مسيرتها الدراسية. يشار أنه كشفت فرح الفاسي عن إمكانية ولوج ابنتها لعالم التمثيل، وأكدت فرح أن لا مشكل لديها في الموضوع، وأنها ستؤيد قرارات ابنتها التي ستتخذها بنفسها، وستحترم رغبتها في ولوج الميدان الفني، وأنها ستسير على منهج والديها اللذان أيداها وسانداها. وعن التسريبات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعديلات التي ستطرأ على مدونة الأسرة، أكدت فرح أن هناك تعديلات مهمة، مبرزة أن التقسيم يجب أن يكون بين الطرفين بالتساوي في حال ما كان الاثنان عملا على تحصيلها أثناء فترة زواجهما. وتشاطر فرح الفاسي الرأي مع المطالب التي تدعو عدم خروج الزوجة من منزلها في حال حصول الطلاق، باعتبارها أم حاضنة للأطفال دون تنكر لحقوق الرجل التي يعاني منها ظلما يجب أخذها أيضا بعين الاعتبار. وتطرقت الممثلة المغربية إلى سر علاقتها الجيدة مع الممثلين المغاربة، أنها تحرص أن تندرج ضمن الوسط الفني فقط، مبرزة أنها شخصا بيتوتيا وتحب الجلوس رفقة عائلتها عوض الجلوس في المقاهي.